تصريحات الوزير أشرف صبحي بتثير التساؤلات. خليك معايا وهنعرف أهم أخبار نادي الزمالك. نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي الحكاية من عند تصريحات الوزير أشرف صبحي. الوزير أشرف صبحي طلع بنفسه وبيقول لك احنا بنتابع أزمة نادي الزمالك، بس المشكلة إن في جزء في أزمة نادي الزمالك اتحول للنيابة، ولازم ننتظر قرار النيابة عشان نشوف هنعمل ايه مع نادي الزمالك. بس احنا مش هنسيب نادي الزمالك، وعلى الجمهور الصبر على الأزمة. يعني تصريحات غريبة بصراحة من الوزير أشرف صبحي. بيقول لك في جزء من الموضوع راح للنيابة. طب ما طالما راح النيابة خلي الوضع على ما هو عليه، وخلي النيابة تحقق، ولما النيابة تخلص نبقى نشوف